بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم أحلى متابعين؟ يلا بينا نشوف النهاردة هنأكل الطيور بتاعتنا ايه. ده كده أكل بيت معايا، ماشي؟ ده كده أكل البيت، رز بقى على سلطة على حاجات زي كده. وده بصوا كده معايا دوت فول مدشوش وعلف ودشيشة وعيش، يعني خلطة كتيرة قوي كده مع بعضيها عاملاها للبط وللفراخ كمان، عشان البط بتاعنا خلاص هيبيض فلازم اهتم بيه، ولازم نحط له العليقة بتاعته تكون متكاملة ومتوازنة. طبعا انا فصلت الذكورة عن النتايات علشان يبقى معاهم ذكر واحد بس. طلعت كده في يوم لقيت الذكر الكبير ده ماسك ذكر، يعني هو من نفس السن بس حجمه اقل منه، فعمال يكسر فيه. فطبعا انا قلت ايه العبط ده، لازم طبعا ايه اشيل الذكوره التانيين، عشان كده هو بيعلم عليه، يعني بيقول لهم انا بس اللي بكسر هنا. فحجزتهم، تعالوا نشوف حجزناهم فين. حجزتهم في مكان لوحديهم خالص زي ما انتوا شايفين. طبعا دول 3 وواحد من الفرنساوي. كده انا بعلفهم علشان ممكن ايه في اي وقت بقى ايه اذبحهم. تمام. وكمان هذبح من الديوك دي، تعالوا نشوف. الديوك دي كلها انا همسكها اذبحها برضو النهارده عشان اخف العشه، ويبقى معايا بس ايه البلالين او الفرخات اللي انا عايزاهم طبعا ايه في السطح عندي. طبعا الديوك كترها ملوش اي لازمه، وبرضو ذكوره البط كترها ملوش اي لازمه. لازم يبقى عندك في السطح ديك واحد او ديكين بالكتير، وكمان ذكر بط واحد او ذكرين برضو بالكتير. فاحنا هنخف النهارده الديوك دي كلها، هنطلعها هنقطف الورد. طبعا هم شويه ورد بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر اللهم بارك. طبعا احنا حاجتنا اللهم صل على النبي. طبعا انا بقول على طول ان هي ورد ورد ورد. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا ويجعل كل ايامنا ورد ان شاء الله. كده انا بقى حطيت الاكل خلاص للبط. هعلف بس ايه ااكل بقى الحمام بتاعنا النهارده ان شاء الله. كده في حاجات مطلعه هنا، ده مطلع اهو زغاليل صغننه، ماشي. عايزين بقى ناكلهم، نحط لهم اكل كويس كده عشان ياكلوا ايه الزغاليل. بصوا اهو، لو تشوفوا اهو الزغلول باينين اهو، بصوا. تمام. دول بقى المفروض كانوا يطلعوا النهارده، مش عارفه يطلعوا ولا لا. اللي فوق دول مش عارفه لسه تقريبا، لسه بيض. وهنأكلهم برضو، هنغير لهم الاكل والميه. بص انا حاطه لهم في المجات بتاعه الشوربه بتاعتي. مع اني والله المسقات بتاعتهم مش غاليه قوي ولا حاجه، بس انا لما رحت سوق الجمعه جبت 3 ما كفوش، فعايزه اجيب 3 تاني ان شاء الله. يعني ال3 ب10 مش غاليين قوي، اللي هم زي دول كده. ان شاء الله بجيب تاني. بص انا عندي سبحان الله الجوز ده ما بياكلش الفول، كل ما افتح العشه الاقيه واكل الذره ومش واكل الفول. ده الوحيد اللي ما بيحبش الفول عندي. نحط الفول كده على الاكل بتاع البط. عايزه اقول لكم ايه تاني. في هنا جوز حمام، قص حمام جديد عندي على السطح. بصوا النتايه اللي راقده دي جديده خالص، جبتها. الذكر ده كان اول شغل ليه، والنتايه دي برضو كانت اول شغل ليها. قعدت لفيت السوق كله علشان الاقي نتايه تليق. يعني بحب اوفق كده يبقوا الاتنين لايقين على بعض. دي النتايه دي والله دخلت لاخر السوق علشان الاقيها، وهو كان عليه ريشه وهي كانت عليها ريشه، يعني نفس السن بالظبط. بعد ما جبتهم كده بقيمه 15 يوم باضت الحمد لله، اللهم لك الحمد. بس انا فرحان قوي عشان هما الاتنين لايقين على بعض. الاتنين رومي برضو، الاتنين اللي هناك دول برضو الحمامه دي رومي، دي رومي. وجبت لها برضو ذكر شبهها بالظبط رومي اهو. الذكر ده برضو كنا بحب اوفق اول حمام يبقى شبه بعضه، مش شبه بعضه في اللون، لا شبه بعضه في الحجم وفي النوع وفي كده الكلام ده، وفي السن. بحب اول الاتنين يبقوا سن بعض.
تمام كده. البط الفرنساوي بتاعي يعني بشر معايا امبارح وبعض، بس لسه المسكوفي لسه ما بشرش معايا. بصوا عامله له ايه، انا لقيتهم بيقعدوا هنا كتير، رحت عامله لهم المكان ده، عرشته كده تعريشه خفيفه. دي كنبه ماشي، وده شوال بتاع قطن. هما لقيتهم بيقعدوا هنا كتير، فرحت معرشه لهم بس كده من فوق. فلسه ما بضوش بقى، لسه ان شاء الله. هما بشروا معايا امبارح، ولقيت في بيضه كده من بتاع البط الفرنساوي. يا رب يكون الفيديو النهارده نال اعجابكم ونال استحسانكم، علشان انا بقالي كتير قوي ما بنزلش فيديوهات. وحشتوني جدا طبعا، يا رب اكون وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني. وبحبكم في الله. يا رب بقى تعملوا لي اللايك النهارده، عشان هو طبعا اللايكات هي اللي بتشجعنا يا ولاد. ان شاء الله برضو هنزل لكم فيديوهات عن الدوره الجديده بتاعه الفراخ البيضاء باذن الله. نزلت فيديو اللي هو فيديو التحضير بتاع الفراخ. اللي هو ايه، اول يوم يعني بحضر المكان ازاي، وبحضر لهم اللمضه ازاي وكده، وبفرش لهم النشاره والكلام ده كله. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون بقى عن ايه، عن التحصينات، ازاي بقى اول يوم بنحصنهم، وايه اسماء التحصينات، واستقبالناهم ازاي وكده، الكلام ده كله. تمام ان شاء الله هتبقى سلسله فيديوهات عن تربيه الفراخ البيضاء باذن الله. وطبعا انا كده بقى ايه، مش عايزه اطول عليكم. يا رب يكون فيديو ممتع وجميل. تعالوا بقى ناكل الفراخ الصغيره. بصوا 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 اهو بالصدفه، اللهم صل على النبي. بصوا وانا معديه بالصدفه والله بالصدفه، لسه حالا بقول البط مبشر معايا. بسم الله ما شاء الله. دي تاني بيضه اخدها من البط. مش عارفه بقى يا ولاد والله ارقد ولا، عشان اول مره دي بيبقى الكسر يعني مش اكيد. بصوا ده بيض الفراخ، اوريهولكم. ده بيض الفراخ ماشي. هما كانوا بايضين جنب بيض الفراخ اهي. البيضه كانت هنا كده وانا معديه بالصدفه والله شفتها. مش لسه بقول لكم هما المفروض يبيضوا في مكان زي دوت كده، مش عارفه بقى. لسه ما اختاروش المكان اللي هما يبيضوا فيه. فدي كده تاني بيضه معايا. انا حاسه ان البط الفرنساوي هو اللي مبشر، لان دي بيضه كبيره شويه. بس مش عارفه والله، لسه مش عارفه ارقد ولا لا. تعالوا ناكل الفراخ الصغيره. نغير لهم الميه والاكل وايه، ونشوف هنذبح ايه الاول. تمام. هوقف معاكم لحد ما احضر لهم الاكل بتاعهم. تمام. ده اكل الفراخ الصغيره. ده بقى علف 21%، وعيش وفول، كسر فول، وايه تاني، وتشيشه. بس خلطه برضو حلوه او متكامله. بحب ان انا اعمل خلطات، يعني الاكل ما يبقاش حاجه واحده، لازم يبقى في كذا نوع، كذا حاجه، عشان البروتين، عشان الكالسيوم، عشان نشويات، كل الكلام ده. يلا نروح ناكلهم، يلا بينا. ما تزعلوش الاكل اهو، يلا. طبعا حتى لو انا هذبح او هاخد منهم النهارده حاجات هذبحها، لازم برضو افطرهم واسقيهم، لان الحاجه دي يعني لازم تاكل وتشرب قبل ما تتذبح. تمام. فبفطرهم وبعد كده اذبح اللي اذبحه عادي، مش مشكله. ماشي. ما اكلناش الحمام. ناكل الحمام ولا كفايه كده؟ الفيديو طول الفيديو كده طويل صح؟
ناكل الحمام ونقفل على طول. ده اكل الحمام، ده اكل الحمام. ذره صافي وكسر فول. برضو كسر الفول يعني انا ممكن اجيب فول صحيح اللي هو بيبقى فول صغنن او بتاع الحمام ده، لكن انا عندي كسر الفول ده وخشن يعني. بصوا في حاجات سليمه شويه، فقلت عادي ممكن اكل منه الحمام برضو، مفهوش قشر كتير. بصوا الفراخ، بصوا الديوك مموتين بعض. عشان كده انا النهارده نويت ان انا ايه، بس موتين بعض. لازم بقول لكم كتر الديوك في العشه ملهاش لازمه. عشان كده ده بقى اكل الحمام. هجيب بس البتاع اللي باكل بيها دي، زي ما انتوا شايفين كده. بحط لهم شويه على قدهم، لسه ما طلعوش. يلا ناكل الحمام. بتنكش ليه؟ بتنكش ليه؟ نفسي تاكلوا من غير ما تنكشوا يا ولاد الذين. بيملوا العشه كلها ذره. افترى. او يمكن انا عشان احط لهم في حاجه كبيره، بس حتى برضو لو دي يعني، حتى برضو لو الصغيره دي برضو بينكشوا. بس مش عارفه ليه ما طلعوش. انا حاسه ان البيت بتاعهم رايق، شكه كده، شكه ان البيت ده رايق مفهوش او في كسر او حصل له حاجه يعني، مش عارفه. بس انا هصبر عليه كمان يومين يعني. ويلا بقى مع السلامه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم باذن الله، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات قادمه ان شاء الله كتير كتير كتير. مع السلامه.